أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعات الجميع. من قبل رمضان أكثر سؤال جاني لليوم كيف نتعاملوا مع ورق الجبدة الجاهز. إن شاء الله ما نكونش قصرت مع حد بالنصيحة الجيدة وحبيت نشارككم بهذا الفيديو. أول جملة كنت نقولها لهم من الحوش قبل ما أنت تمشي للسوق، الاهتمام يبدأ من الحوش. وأنت طالعة ماشية بتشري ورق البوريك، ارفع معاك حافظة كبيرة تسدة أو صفرة، يعني لو ما عندكش حافظة كبيرة، لأن منبوش ينتنى منبوش يتعوج ويتكسر. لما تجي تشريه وازي الورق ما يكونش فوق حاجات ومتني ومعوج ومدقدق. خدي نوع فيه تاريخ انتهاء وتاريخ يعني على الأقل إنتاج باش ما يكونش قديم. تو مثلا هذا النوع اللي أنا خديته هو فيه أصلا حافظة بلاستيك، فهذه روعة، حاجة مضمونة إنه محافظ على روحه قدر الإمكان في الفريز بتاع المحل. لما تجوا تحطوه في الفريز في حوشكم نفس الشيء، مش تحطيه وتكتسي عليه بضاعة، يعني مش بضاعة قصدي حاجات اللي في الفريز ويتكسر وينتنى، لا، يكون محطوط مساوي مرتب مش متني، فوق أخته عادي لكن مش فوقهم حاجات، ومش محطوط مايل هيك ويتجمد وهو مايل. طبعا هذا أكبر غلط. تختاروا نوع على الأقل اشروا باكو واحد وجربوه، مش إنه يطلع ما يصلحش، معبين شيء أو قديم أو غليط ويبي تحطي له كود الثمن باش يبدأ أهو قبول. خلينا نديروا توا حشوتين بعدين نرجع نتكلموا كيف نتعاملوا معاه لما نطلعوه من الفريز. حشوة السلك أو السباناك أو السبانخ أو السبانخ. أول حاجة نحط البصل مع شوية زيت ندبله، ممكن تساعدوه برشة ملح لكن يفضل هذه الحشوة طبعا ما فيهاش ملح. وبعدين نحط السلك أو السباناك بتاعي نضيف ومقرض ومنقي، كمية حتكون كبيرة بعدين تنقص. أهم شيء المية جف تماما. كل ربطة تاخد قالب كامل من الجبنة، استخدموا الجبنة اللي انتوا تحبوها، جبنة كريمية. لو مستعجلين تصفوا الحشوة من المية تماما، وفي كل حالات ماذا بيكم تصفوها تكون جافة تبرد شوية قبل ما تحطوا الجبنة، باش لما تطيبوا البوريك ما يقعدش يتطربق، يعني يطلع في السوائل. لو حابين تستخدموا هذه الحشوة للمعجنات العادية رشوا جبنة مبشورة تحتها باش تثبت الحشوة أثناء القصان. شو المزال تبلوها بفلفل أسود فقط. بعدين حابين تطوروها انتو، بس يعني لو انتو بتخدموا بوريك جبدة زمني بتحطوا فلفل أسود فقط. الحشوة الثانية الكيمة البيضاء. هذا التكنيك الأول، حطيت اللحم على النار ونقلبه لين بدأ بهذا الشكل، بعدين نضيف له البصل المقرض الناعم، وبعدين نخليهم مع التقليب لين تنزح المية فيهم تماما قبل ما نحط الدباير والسمن. شوية سمن وشوية قرفة وشوية فلفل أسود، لو حابين حرارات براحتكم. حتى هذه الحشوة طبعا ما تكونش فيها مية، ولما نحط السمن نحطه بعد ما تجف. وبعدين الحشوة التقليدية يكون فيها معدنوس اللي نتساء مع الأيام ومع السيدات والمعامل والسيدات اللي اشتغلوا في هذا المجال بسبب عملية التنظيف الغوه. القاعدة في الحشوة للبوريك الجبدة يكون مقدار اللحم زي البصل باش تكون هيك حلوة، يعني حلوة وبنينة ورطبة. طبعا الموضوع مش محتاج ميزان، مجرد بالعين تقدروا تعرفوا مقدار البصل زي اللحم لما تطرحوهم زي هيك في طاوة أو صينية أو لما تشروهم. التكنيك الثاني هذا اللي يخدموا به في المعامل، تاخدي الطاوة تحطي فيها اللحم المفروم تقلبيه بالشكل هذا لين كله يتغير لونه، وطبعا يجف وما تستمري وتصبري بالك لين كله يولي بني أو قهوي. ونفس الشيء للبصل. البصل في الأول نخليه بروحه، بعدين ممكن نضيف له شوية ملح وشوية زيت، ونفس الشيء. طبعا الموضوع يعني لو مش حابين نديروا حوسة وطاوتين وهيك، نفس الطاوة تديري اللحم وتقيميه، بعدين تديري البصل، بعدين تجمعي الحبايب مع بعض. ونفس الشيء طبعا تقلبيهم، ومش حنطفوا طول، لا مازال حنخليهم على النار وبشوية ولين نجفوا ميتهم طبعا ويكونوا هم طابوا الصوص. حنحط السمن والقرفة والفلفل الأسود والملح. هنا حطيت زبدة، ما كانش عندي سمن اليوم، طبعا أنا نفضل السمن كشكل ولون أحلى وبنة وبراحتكم. والحشوة طبعا حتى هذه لازم تبرد قبل ما نحشو بيها البوريك. طبعا من القواعد هذه الحشوات الزوز يكونوا باردين. أنا نحب المعدنوس. والحاجة الثانية اللي بنضيفوها هي بياض البيض. بياض البيض يخلي الحشوة متماسكة لما تجوا تاكلوا ما تتفترشش،
وأيضا يخلي الورق البوريك ينتفخ. طبعا حسب علم المعامل يحطوا كميات كبيرة من بياض البيض لأنه يكتر الحشو وينفخ البوريك. توا لما تطلعوا الورق من الفريز مش تطلعيه الصبح وتجي قرابات المغرب تلفيه أو تخليه ساعتين وساعة وبعدين تلقيه مرخي وسايح على بعضه وتقول هذا نوع مش كويس. لا، حتى انت تخدمي بيه وحاطه طناجر ومولعه كوشه ومطبخك سخون حسيتي ساح بين يديك، رديه للفريز 10 دقايق يشد روحه. يعني احنا نبغى يرتخى بحيث نقدروا نلفوه لكن في نفس الوقت مش ساحة على بعضها ومعش نقدر نخدم به. انا هنا مثلا اخترت الطاهي لان كان لي الحظ ان شركة الطاهي اعطوني اول حد نجربه قبل ما يحطوه يطرحوه في السوق، وتتفكروا نزلته لكم قبل ما يكون موجود في السوق. فيه 3 طزينات، كل طزينة كل ورقة بينها نايلو، الطزينة ملفوفة بروحها هي 10 قطع بينها نايلو. بما أن بينها نايلو نحي شوية بالموس باش ما حد يقولي لفيتها وبالنايلو بتاعها. بعدين تقدروا تتنوه هيك على أساس إنكم مثلا تبوا الشكل يجي مساوي. لما تبوا تطبقوه تحطوا الحشوة وتتنوا يمين يسار طول ترجعوه، ما تلفوش في نفس الاتجاه باش يجي مثلث حلو زي هذا، يعني ما يجيش مفلحج أو متوازي الأضلاع. طبعا هو محتاج يشتهم بالسمن، واضح السمن في الطاولة وفي إيدي في كل مكان. لو بس انتوا لو نوع اللي اخترتوه جاف وفيه هالبنشاء ادهنوه من داخل، لو متوسط ادهنوه من فوق بس. شفتوا لما نحيت الطرف هيك يطلع لي النايلو بكل سهولة النحي. نحط الحشوة بتاعي ونبدأ نلف وباش ما يكونش فيه زيادات. لو انتوا حابين ممكن تقصوا الطرف هذا كله هيك وتتخلصوا منه يجيكم مثلث على الكف، او تديروا صوابعات، او هنا أنا درت زمالة او محنشية بحشوة السباناك والحقة نيسلك اللي درته. الخطأ الوحيد اللي هنا درته اني انا عبيتهم هلبة، فلو انتوا حابين ديروا هذه الطريقة ما تعبوهمش هلبة. فرحت أنا شورني خديت روحي بالعين، فرحت بالورقة نقيم ونلف ونصور قصدي ودرتها يعني قعدت نقيم فيها قصدي ونحط، فلقيتها ما تتقطعش. فالمهم في الأول لفتها هيك، بعدين أنا عاد وسعت بينهم لأن تفكرت لأنها تكون أوسع شوية باش على أساس تتحمر لي جنابها من داخل. فنقصوا الحشوة، كنت مطلعة الحشوة من الفريز وما بيش شيء يفضل يعني، فحطيتها كلها وهذا خطأ. فكان ممكن طبعا خليهم صغيرونات، ممكن يطلعوا أحلى من إني ندرتها هيك طاجين كبير. وهذه طريقة اللف، ونستفهم هيك خلوهم صغيرونات خير، يعني كل واحدة تلفوها هيك بروحها خير. ولا شنو رأيكم؟ طبعا حنتكلموا على التطيب على نار هادية، يعني كوشتي للأسف قوية فنقصتها هلبة. تو احنا وقتنا باهي ما تبوش طيبوه تقدروا تفرزوه، حتى تفرزيه وتطلعي امتى ما تبي طريفات تطيبي بيهم. هنا زي ما شايفين لما جيت فرزيه طبعا ما بيكم حافظة بلاستيك باش يبدأ من فوق ومن تحت، انا بس فرزت شوية باش نوريهولكم انه يكون مستف طبقاته بين نايلو او ورق زبدة باهي، ويكون في حافظة علاش او كونتينر على اساس انه يعني ما تحطوا فوق شيء، نفس الفكرة ولا يدقدق. بعدين تطلعوا وتطيبوا الطول. تقدروا في الأول تحطوه على نار عالية على أساس يبدأ ينتفخ، بعدين توطوا، بس أنا نفضل النار الهادية باش يتورق من داخل يطيب الورق ما يقعدش معجن. هذه حشوة بندير بها حجيبات، طبعا هذه مش حشوتنا بتاع الحجيبات الليبية، لكن أنا درت هنا لوز خزايني وزبيب وجنجلان وقرفة وجوز هند عطر. وهنا بندير مالحة، أخذت الورقة قصيتها بالعرض بعدين بالطول، ولو عندي 4 سيور قصيرين، أخذت الكاري قصيتها 4 مربعات صغيرين، رشيت زعتر ونعناع، ونبدأ نلف هذه اللفة زي ما قلت لكم، تمشوا يمين يسار ما ترجعوش في نفس الاتجاه باش يجي مثلث حلو. وبعدين زينتهم بالزعتر والنعناع السماء زي ما تحبوا. هذه جي ملحة مع الشاهي، أو هنا أنا درتهم مع الشربة. أنا نوعت لكم مش أني درتهم على الشربة، باش يعني حاولت نجمع في الفيديو كل الأشكال والأفكار ونصائح إن شاء الله إنها تكون مفيدة لكم، وإن شاء الله ما نكونش نسيت شيء. جزء حشيتهم جبنة كيري فوقهم الزعتر والنعناع من داخل، وجزء عليهم اللوز لأنه بنعسلهم. الحجيبات شوفوا شنو الفرق، شفتوا كيف نقبتها بالموس أو بعود أسنان، والصوابع
اثنين الأطراف، حتى هو حنقبه بعود الأسنان. علاش نقب فيهم تنقولكم. ونبدو نطيب، وأنا طيبت على درجة الحرارة 150. أنا نحبهم محمرين، يعني طيبين هيك باهي، باش حتى يقعدوا بعدين تسخنهم ما نلقاهمش منديين. وانتوا طيبوا زي ما تحبوا. هذا كان باقي الفطور هذا اليوم، مع أني صورت لكم عليه يومين. وعادي لو في مروحة وحرارة من فوق وتحت، مهم خلوا النار على 150. وهادو البوريكات اللي هم درناهم بالجبدة الملحين، وهادو التوا بنطيب الحلوين. قمت اللي هم مالحين، هادو المالح على جانب، وهادو حطيت عليهم العسل. استخدمت العسل المغذي هذا اللي في البيدون الأبيض، هيمالايا اسمه. 4 سنين أنا معكم وأنا نحكي لكم عليه. يعني مش عسل حقاني، مش معادي، حتى هو عسل لكن مش حقاني درجة أولى، هي مش بكلاوة في النهاية. ورجعنا للزمالة لأن كان هدف نفس اليوم، يعني في الفطور وأنا صورت هيك وهيك. حاولت نرتب المقاطع وصورت لكم النتشات يعني والقرميشة والصوت يهبل، لكن دوشة الفطور والصغار وهيك فمش حتسمعوا شيء يعني. فللأسف الغيت الصوت. المهم ان الورق كله تورق وطاب وعلى مهله. وانا زي ما قلت لكم، انا هي الكوشه اصلا قويه ونحب نتحمر. بالنسبه لهذه المالحه هلبة حلوه، لازم تديروها توا في العيد واعتبروها من حلوات العيد، مالحه العيد. وبالنسبه وهذه طبعا افطرت عليها مع الفطور، اخذت قهوه على مخاطري فيها، عجبتني هلبة اللي هي الجبنه المعسله، حتى هو جاي الحجيب الصغير هذا هلبة حلو، واضح اللون والتطيب هلبة حلو. هنا علاش نقبتهم من بكري؟ باش يشربوا العسل. الحجيبات بدات الكبار، وطبعا لما جو تعسلوهم تقعدوا تقلبوا فيهم، يعني مش يعني على وجههم وعلى اقفاهم باش يشربوا العسل. كانوا هلبة حلوين، الحجيبات والصوابعات والميني حجيبات اللي بالجبنة الصبع. هذه الحشوة واضحة وكيف متورقة، والحشوة بنينة بنينة بنينة، جربوها وبس والله. وريها لي نونا، قلت لها ها لا تعملها